اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة أحب الأيام إليك أن تجعل قبر أبويا روضة من رياض الجنة. اللهم أذق أبويا حلاوة الجنة وأذقه طيب الجنة. اللهم عطر قبر أبويا برائحة الجنة. اللهم لا تحرمه يا رب من نعيم الجنة، واجعل لقائي به في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا وصفة هتغنيكي عن حاجات كتيرة جدا، هتغنيكي تصرفي عليها فلوس كتير جدا برا، هتعمليها في بيتك بكل سهولة وبكل بساطة، وحاجة نظيفة انت ضمناها وما فيهاش مواد حافظة ولا فيها ألوان صناعية، وحاجة آمنة لأطفالك وبألف هنا على صحتهم بإذن الله. جربيها ومش هتندمي إن شاء الله. بس في بداية الفيديو كده أتمنى منكم طبعا الدعاء لأبويا بالرحمة والمغفرة في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة زي ما قلت لكم. وطبعا يوم الجمعة ده أحب الأيام إلى ربنا، وخير الدعاء فيه ربنا طبعا يتقبله إن شاء الله. وطبعا مش عايزة أقول لكم بقى قبل ما نبدأ في أي حاجة نصلي على الحبيب، وبالذات إن النهاردة الجمعة فاكسروا على الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الزبادي بطريقة سهلة وسريعة وجميلة جدا، وحاجة نظيفة ومضمونة، حاجة ما فيهاش أي مواد صناعية ولا أي مواد حافظة لأولادك، كلها حاجات طبيعية من البيت. طبعا كلنا باستمرار بنجيب الحليب على طول في البيت، هنبدأ مع بعض بقى نشوف هنعمله ازاي. طبعا معايا هنا معايا كده كيلو ونص من الحليب. تمام. معلش جالي تليفون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كنت منتظرين تليفون كده في خبر يفرحنا، فالحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. زي ما قلت لكم معايا كده كيلو ونص من الحليب، طبعا مغلي. سبته بس لما يبرد تماما. بصوا ان انتوا تحطي فيه صبعك كده زي ايه دمع العين، يعني عارفين انتوا اللبن الحليب اللي بنسقيه للاطفال الصغيرين دولت، تبقى حاجه كده ايه، يعني مش سخنه قوي انتوا فاهمين ولا بارده، حاجه كده يعني فتره خالص. يعني الحليب لازم يكون معانا فاتر خالص. تمام. حطيت معلقه كبيره كده من السكر البودر، ومعلقه وكوبايه زبادي. اي كوبايه زبادي بقى، اي نوع زبادي انت تحبيه، دي بتعتبر الخميره بتاعت الحليب اللي معانا عشان يبقى زبادي. تمام. ومعلقه السكر دي اختياري، لو اطفالك مثلا بياكلوا الزبادي من غير سكر عادي ممكن ما تحطيش سكر، بس انا طبعا عندي اولادي بيحبوا مسكر سنه كده، فحطيت معلقه من السكر، سكر بودر طبعا. قلبتهم كويس جدا كده مع بعض زي ما شفتوا معايا، ومحضرة هنا معايا الكوبايات بتاعة الزبادي، طبعا بدون مكنة بقى وبدون اي سحب كهرباء وبدون اي مجهود زي ما انتوا شايفين معايا كده. وطبعا وانا بحضر كده بسخن معايا مية على البوتاجاز مش في الكتل زي ما قلت لكم، ما عدتش بستخدم الكتل نهائي، فكنت مسخنة مية معايا، فضفت بقى كده الكوبايات. عبيت برضو الكوبايات اللي انا هعملها زبادي عادية، واللي انا هعملها بقى فراولة. معايا هنا بودرة ايس كريم. تمام. بودرة ايس كريم اللي هو فراولة، وممكن برضو تعملوه بايس كريم طبيعي، هبقى اعمله معاكم مرة ان شاء الله. نعمل مع بعض الايس كريم الطبيعي بفاكهة طبيعية من البيت، ونعمل منه كمان الزبادي بالفواكه برضو بإذن الله. إن شاء الله اللي جاية أحسن، واللي جاية وصفات وفيديوهات هتعجبكم جدا. بس عايزة مش ما حطش لسه اللايك بتاعه يحط اللايك ويشير الفيديو مع أصحابه وحبايبه عشان برضو كلنا نستفيد من بعض. ولو مش لسه مشتركة طبعا عايزاك تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان عائلتنا تكبر بكم إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم جدا، وربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في أولادكم. وزي ما انتوا شايفين معايا كده
دوبت بقى معلقة الآيس كريم، بودرة الآيس كريم معايا في الحليب اللي اتبقى معايا، اللي هو الزبادي العادية يعني اللي في الحلة. طبعا زي ما شفتوا معايا عبيت كوبايات تبقى زبادي عادية، وحطيت على الباقي معلقة بودرة آيس كريم، دوبتها كويس جدا زي ما شفتوا معايا، وبدأت أعبي الكوبايات برضو زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت ان انا احط مية سخنة اللي انا سخنتها على البوتاجاز اللي انا قلت لكم عليها في بداية الفيديو. تمام. وعندك بقى خل، حطي معلقة خل علشان طبعا الصينية بتاعتك ما تغمقش. انا ما كانش عندي خل، لقيت الازازة فاضية، فحطيت مكعب ليمون كده انا مفرزاه عندي، عشان الليمون والخل بيمنع ان الحلة تسود معاكي من المية السخنة زي ما احنا عارفين. فكنت حطيت مكعب ليمون. هنا كنت خلصت بقى وغطيت كده الصينية بتاعتي كده بستريتش راب. تمام. وهحط عليه، اغطيه برضو بفوطة كده نضيفة. ومعايا الفرن الكهرباء بتاعي، ما ولعتوش مخصوص، انا كنت بعمل هنا حاجة حلوة لولادي. فبعد ما خلصتها كانت يعني خلصت معايا، استوت معايا وكانت تمام. بدأت ادخل معايا كده الزبادي معايا. هتقعد معايا بالظبط 5 ساعات 6 ساعات، يعني انا الكلام ده كان بالليل. لو حسبت 5 ساعات وطلعتها لقاها زبادي زي الفل، بس انا طبعا حطيتها من بالليل، ولما صحيت الصبح كان عدى اكتر من 5 ساعات طبعا. اول ما صحيت الصبح رحت مطلعاها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا بتكون كوبايات عرقانه بقى كده من الكتمه ومن الحراره بتاعه الفرن، فبتبقى عليها بواقي من الميه كده من العرق بتاع الكوبايات. فصفيتها كده وقفلت كوباياتي زي ما انتوا شايفين، حطها في التلاجة، والقوام بتاعها زي ما انتوا شايفين حلو جدا وجميل جدا. طبعا انتوا شايفين القوام معايا في بداية الفيديو حاجة كده، مش عايزة كلام، حاجة كده عظمة يعني. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى، لو انتوا طبعا عايزه حابه تعملي زبادي ومش هتولعي الفرن بتاعك، فمعلش يعني مش هتخسري حاجه لو ولعتيه 10 دقايق وفصلتيه، وبعدين حطيت الزبادي بتاعتك. تمام. سخنتيه 10 دقايق وحطيت الزبادي بتاعتك. ولو برضو ما عندكيش الفرن الكهرباء ده، تستخدمي الفرن بتاع البوتاجاز عادي. بتحمري صينية، بتعملي أي حاجة في الفرن، هتروحي مدخلة وراها برضو صينية الزبادي بتاعتك. ولو انتي برضو مش هتحضري حاجة في الفرن، هتولعي برضو 10 دقايق وهتحطي صينيتك ومفيش أي حاجة. هنا بقى كنت دخلت الفرن زي ما شفتوا معايا وقفلت عليه. وهنا كنا تاني يوم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم الكوبايات طلعت معايا عرقانة كده. المية دي بتبقى العرق من الحر، ومع البخار بتاع المية السخنة مع الحرارة بتاعة الفرن، فبتعرق الكوبايات فبتنزل عليها. والزبادي طالعة معايا متماسكة جدا، والكوبايات حلوة جدا، مش مفرغة من جوه ولا مفرولة ولا أي حاجة من اللي احنا بنشوفها في الزبادي اللي احنا بنجيبها من بره دي. وحاجة انت عاملاها بإيديكي لأولادك. شوف